السلام عليكم. اليوم معكم سيدي مرضي الوالدين اللي هو وليد الركراكي. وليد الركراكي تزاد في 1975 في فرنسا. الام ديالو مغربيه والاب ديالو حتى هو مغربي. وليد الركراكي بيرسون كيف قلت لكم. وليد الركراكي تزاد في فرنسا، لعب بزاف ديال الفروق في فرنسا. اول مدرب المنتخب الوطني تاق فيه وعيط ليه هو البرتو كويلو. البرتو كويلو هو اول مدرب تاق فيه، ومن بعد عاود عيط ليه الزاكي، لان الزاكي كان مساعد المدرب ديال البرتو كويلو. الركراكي لعب مع المنتخب الوطني اكثر من 50 مقابله، وفي 2004 دا احسن مدافع في القاره الافريقيه، وفي 2007 دا عاوتاني احسن مدافع في القاره الافريقيه وفي العالم العربي، وفي 2014 حط الصباط ولكن لبس السيرفات ديال التدريب وبدا كيدرب. واول فرقه درب هي الفتح الرباطي. اللي نفعو في الفتح الرباطي هو ان ما كانش عندهم داك الضغط ديال الجمهور، وخدم على خاطره، والمدربين اغلبيه المدربين ما كيبغيش لا بريسيون، وهو كان من المدربين اللي ما يعزيزش عليه لا بريسيون، وخدم وحقق معاهم نتائج مبهره، واعرض مبهره ياك. من بعد النتائج الجيده اللي حصل عليها مع فريق الفتح الرباطي، مشى ديك الساعه لقطر ودرب الدحيل القطري، ضرب معاهم عام، ومن بعد هو يرجع للمغرب ويشد فريق الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي الضغط ديال الجمهور كبير بزاف، والركراكي عطى ما عنده، وفعلا دا العصبه ودا حتى البطوله، كان غيدي ثلاثيه، ولكن بالضغط ديال الجمهور، ومن بعد منها هو يولي مدرب المنتخب الوطني. درب المنتخب الوطني ومشى به لاكوب دي موند، وعرفتوا الانجاز الكبير اللي دار وليد الركراكي هو الدراري ديالو، ووصل الربع النهائي كأس العالم، وخدا احسن مدرب في القاره الافريقيه. وفي حقيقه الفيفا حشمات تعطيه احسن مدرب في العالم، ولكن مشكل خيرها في غيرها. الركراكي باقي صغير ومازال باقي يدي القاب، ومازال باقي يدير سميه كبر من الاسم اللي دار. هاد الشيء اللي قلت على الركراكي بليزو مواه في الحياه ديالو العمليه. اما الحياه ديالو الشخصيه، فالركراكي مزوج بالزوجه ديالو سميتها اسماء، جزائريه، وهاد الزوجه ديالو جزائريه كيقول لك وراء كل رجل عظيم امراه. فعلا امراه اللي وقفات معاه، كانت كتقرا الطب وسمحات في القرايه ديالها، ومشات معاه مع لي زيكيب كاملين اللي لعب معاهم، وكذلك مع الفرق اللي دربهم، وبقات بالجانب ديالو، وعندهم وليد واحد. الاب ديالو كان خدام في البني، من دوك الناس اللي بناو فرنسا لي ماسوني، والام ديالو كانت خدامه في المطار. هاد القضيه ديال المطار كيعاود هو واحد القصه مؤثره. قال لك كان كيشوف الوالده ديالو مسكينه كتمشي للمطار وكتضرب تماره، دابا لو الطول ولا هو ستار ولا كيهبط للمطار، قال لك كيشوف في الارض الا بانت ليه شي مسكه ولا شي حاجه، كيفكر دوك الناس ديال النظافه كيفاش غادي يكرطوا هذيك المسكه ويحيدوها. خويا اللي كنتي كتاكل مسكه وتلوحها في الارض، حشم على عراضك وخزنها في جيبك، ديرها في اي قنت وما تلوحهاش في الارض. هذه اخويا رساله من عند الركراكي قالها بقلبه، لانه شاف الام ديالو كيفاش كانت كتعاني، وفعلا الام عانت من اجله هو والاب ديالو، ووصلوا للدرجات العليا. رشيد الطوسي هو اول مدرب تاق في الركراكي وعيط ليه دارو مساعد ديالو. كيف قلت لكم وراء كل رجل عظيم امراه. دابا الركراكي ومراته وعنده حقه واحد الوليد واحد، الله سبحانه وتعالى رزقه بوليد واحد، غاديين يديبلاصاو يمشيو لكوت ديفوار، وبغيناهم يجيبوا لنا الكاس هو والمنتخب الوطني كاملين، ويفرحوا الشعب المغربي باش يجيبوا لنا الكاس للمره الثانيه اللي ما خديناش من 1976. يلا الركراكي حمرنا وجهنا، وتحياتي. حاجه اللي بغيت نقول لكم ديما دونت وري بي هابي. السلام عليكم.